99% ديال الناس كيدوزو حياتهم كامله وهما كيتسناو الوقت المناسب باش يبداو، كيتسناو السيمانه الجايه، الشهر الجاي او العام الجاي، والنتيجه كيبقاو ديما في نفس البلاصه. اليوم غنعطيك واحد التحدي ديال 30 يوم، ماشي تحدي عادي ديال نوض تريني وصافي، بل نظام عسكري غيعيد الهيكله ديال الدماغ ديالك والشخصيه ديالك. الا كملت معايا هاد 30 يوم كيف غنقول لك غتخرج منها شخص اخر، غتخرج راجل عنده هيبه، كاريزما وتركيز بحال الليزر. وجد ورقه وقلم حيت هذا 4 ديال المحاور غيبدلوا لك الماتش. المحور الاول، تخلص من كاع المشتتات. اول خطوه واهم خطوه اللي هي قطع الحس المشتتات. حنا عايشين في عالم باغي يسرق لك التركيز ديالك بزاف، السوشيال ميديا، تيك توك، نوتيفيكاسيون كل دقيقه. هادشي كيدمر الدوبامين ديالك وكيخليك عاجز. في هاد 30 يوم غدير ديتوكس ديجيتال، غتمسح الالعاب والتطبيقات اللي كتضيع فيهم الوقت. التليفون غيكون صامت ومحطوط بعيد فاش تكون خدام. غتقطع مع اي علاقه او صحبه كتجرك اللور والضحك والخوف، حيت الا ما قتلتيش المشتتات غيقتلوا المستقبل ديالك. الهيبه ديال الرجل كتبدا من قدرته على التحكم في عينيه وفي كيحط وقته. المحور الثاني، اختار اتجاه واحد. المشكل الثاني اللي كيطيحوا فيه بزاف د الناس هما باغيين يديروا كلشي دقه واحده، باغيين يتعلموا اللغه ويبداو بيزنيس ويتعلموا الديزاين ويقراو 10 ديال الكتب. هادشي كيتسمى الشتات، في الاخر كتجبروا ما داروا والو في حياتهم. هاد الشهر غتختار اتجاه واحد ووحيد. شنو هو الهدف الرئيسي ديالك هاد الساعه؟ واش تبني فيزيك فورمه ناضيه، واش تتعلم سكيل مهاره تدخل منها الفلوس، او تركز على القرايه ديالك؟ حدد هدف واحد وعطيه 100% ديال الطاقه ديالك، ركز عليه بحال حياتك واقفه عليه. حيت الراجل اللي كيتبع جوج ارانب ما كيشد حتى وحده. المحور الثالث هو بناء عادات لا تقبل المساواه. هنا في كيبان الفرق بين الدري الصغير والراجل الحقيقي. الدري الصغير كيتسنى الموتيفاسيون، الحماس باش يتحرك. الراجل كيتحرك بالديسيبلين، انضباط. فهاد التحدي غتحط 3 ديال العادات اساسيه اللي غتولي عندك مقدسه، ما فيهاش الكامبو، ما فيهاش الاعذار، وما فيهاش المساواه. الرياضه، ترينينغ، لاصال او الكارديو، حيت بناء الجسم هو السرود ديال الثقه بالنفس والكاريزما. العمل العميق، 2 ساعات يوميا ديال الخدمه الصافيه على الاتجاه اللي عزلتي في المحور الثاني. النظام، نعس بكري وفيق بكري. ما تقوليش عيان، ما تقوليش ما فيا، الا قلتي غنديرها يعني غتدار. المحور الرابع، تتبع تقدمك يوميا. الخطأ الكبير هو كتسالي النهار وما رفدتش الخبر راسك شنو درتي. كل ليله قبل ما تنعس غتاخد مذكره وغتحط علامه تيكمر قدام كل عاده درتيها اليوم. علاش هاد التتبع؟ حيت الدماغ ديالك فاش كيشوف راسك كتنجز نهار على نهار كيبدا يبني واحد القوه نفسيه خطيره، كتولي كتحترم راسك وكتثق في هاد راسك. فاش كتشوف السيمانه كامله دازت بالتيكمر كتحس بالبريستيج والقدره على التحكم في حياتك. الا ما كنتيش كتحس براسك كل نهار راك غير تالي. التحدي غيبدا بهاد الدقيقه. 30 يوم غتدوز تقدر تدوزها وانت كتتفرج في الريلزات وكتضيع وقتك، وتقدر تدوزها وانت كتصنع في النسخه الاقوى من راسك. القرار كيبقى ديالك. الا كنت راجل قد بهاد التحدي خلي لي في كومنتير وكتب فيه انا مساعد وبدا من دابا. نشوفكم في الفيديو الجاي. كان معكم اسامه امبروف الدراري. تهلا.